الله الرحمن الرحيم. معكم فؤاد خنوسن، رئيس جمعية أيمن للتوحد. جمعية أيمن تنشأت في 2017 والاشتغال كنشتغلوا مع أطفال التوحد على حساب التأهيل ديالهم والاندماج ديالهم داخل المجتمع. يعني عندنا مجموعة ديال الأطفال اللي كنشتغلوا معهم عبر برامج فردية. كنخصوا لكل طفل مربية واحد البرنامج فردي على اساس ان التاهيل ديالو والاندماج ديالو داخل المجتمع وبالاساس في المؤسسات التعليميه. هذا النشاط هذا اللي درناه في السعيديه هو الثاني من نوعه، وهو كيدخل في واحد الاطار نتاع التوعيه والتحسيس باضطراب طيف التوحد. كانوا فيه مجموعه ديال الانشطه، فيه مجموعه ديال اللقاءات، ندوات. شاركوا فيه مجموعه ديال الاخصائيين، اطباء، اخصائيين نفسيين، اطباء اطفال. يعني الحمد لله كان نشاط ناجح 100%، ويعني كنخرجوا بواحد النتائج اللي متميزه على اساس انه نديروا اليد في اليد باش نشتغلوا مع هذه الفئه ديال الاطفال ونوصلوهم لبر الامان. احنا الجمعيه ان شاء الله يعني عندها واحد البرنامج مستقبلي على اساس التكوين ديال المربيات. يعني غادي نشرفوا على واحد المجموعه ديال التكوين والتاهيل ديال المربيات، لانه هو الاساس، هما اللي كيشتغلوا مع اطفال التوحد. وواحد الجانب اخر غادي نشتغلوا مع الاسر على اساس التاهيل ديالهم، لان كنشوفوا كاين مشكل كبير ديال الاسر كيعانيوا من التوحد. كاين مجموعه ديال الاسر اللي كيعانيوا من الاقصاء، من التمييز، من التنمر. يعني كاين مجموعه ديال الاختلالات اللي كنحاولوا ما امكن عبر الجمعيه وعبر التوعيه والتحسيس باش نتغلبوا عليها. ونتمناو كذلك الاعلاميين يعاونونا في هذه المساله عبر يعني رسائل، عبر وصلات، عبر فيديوهات. وحنا ابواب الجمعيه كتبقى مفتوحه للجميع اللي بغى انه يشتغل في هذا المجال هذا، مرحبا. ونبقاو على تواصل ان شاء الله باش نقدروا نفتحوا الوعي على التوحد بصفه عامه. وشكرا. جمعية أيمن للتوحد بالناظور كتنظم الدورة الثانية اللي سميناها الأيام التضامنية السياحية والتحسيسية لأشخاص التوحد. كانت نظمات السنة الماضية الدورة الأولى، واليوم كنظموا الدورة الثانية بمجموعة من البرامج. الهدف ديالها وهو تحسيس الأسر ما معنى التوحد، طريقة اكتشاف أطفال التوحد، طريقة مواكبتهم من أجل تصحيحهم ومواكبتهم من أجل دمجهم في المدارس العمومية كأطفال العاديين. إذا تنظمات واحد الندوة في الإطار اللي صراحة أطروها الأخصائيين دي بسيكولوج وأساتذة اللي عندهم تكوين في المجال ديال التوحد، اللي عطاونا طريقة تتبع الأشخاص التوحديون. كما جبنا أنه حاولنا نجيبوا ذيك الأطفال ديال التوحد أنهم ورشات هنايا وفي أحد الفنادق المصنفة بالسعيدية، واستبدوا بالمسابيح وبالأوراش. وغادي دار واحد المعرض خاص بالأدوات التصحيحية للأطفال أو التعليمية للأطفال ديال التوحد، لأن الطفل التوحدي ما كيتصحح شيء بالقلم والورق، وإنما عنده أدوات ديالو خاصة باش كتصحح، وكتواكبوا الجمعية ببرنامج اللي كيتعطى من طرف الأخصائي. إذا هنا وكانت في نفس الدواء واحد المجموعة ديال الاتفاقيات شراكة مع مجموعة ديال المؤسسات سواء العمومية أو جمعيات المجتمع المدني، وكما كرمت واحد المجموعه ديال الشخصيات في هذا المجال هذا اللي عطاو في هذا المجال ديال التوحد. وفي ختام يعني تنظمت واحد السهره فنيه اللي ساهموا فيها واحد المجموعه ديال الفنانه متطوعون ما طالبوا شيء بشي ميزانيه ولا، جزاهم الله خيرا. وكنتمنوا انه يكون عندنا موعد السنه المقبله ان شاء الله.